يا ربيع والجو بديع. الفتره الجايه داخلين على فتره كوكب زمرده، تفتح في الازهار ونمو في الاشجار، عفوا حكام الاقاليم، فرض الضرائب الباهظه. لو لقيت نفسك فجاه بدا يظهر عليك اعراض زي اعراض البرد، بدات في عطس وفي سيلان في الانف، في كحه، في حرقان في العينين، في حساسيه في الجلد. بحب اطمنك انت ما عندكش برد ولا حاجه، بس في الاغلب دي حساسيه موسميه. تبقى مشهوره اول حساسيه دي في فصل الربيع والصيف اللي هم الشهور اللي احنا داخلين عليها دي. زي ما قلت لك بقى بسبب تفتح الورود والازهار والحاجات دي بينتج حاجه اسمها حبوب اللقاح اللي بتنتشر في الجو وبتبدا انها تتعرض لجسمك. على طول جسمك بيتعامل معاها كانها جسم غريب، وبيبدا بقى ان هو يدي رد فعل كده للحساسيه عن طريق افراز حاجه اسمها الهستامين جوه جسمك. حاول بقى في الفتره دي لو الدنيا عفره وكده فان احنا نقفل الشبابيك، ما نخليش التراب يخش جوه البيت كتير وكده. لما تطلع بره وتقعد فتره طويله بره وبعدين ترجع، حاول انت تاخد شاور كده جميل، تغسل ايديك، تغسل جسمك، شعرك، عشان لو حبوب لقاح لازقه في شعرك او في جسمك او حاجه. لو الاعراض بقى بدات تزيد عندك وكده فانت تستخدم ادويه مضاده للحساسيه اللي هي انتي انستامينيك دراجز، اللي هي في الاغلب بتنيمك دي. بس انت هتروح لدكتور صيدلي او تكشف ولا حاجه لو الاعراض كانت قويه قوي، يعني هو يوصف لك العلاج بالجرعات والدنيا تبقى زي الفل. ربنا يستر علينا وعليكم يا عم.